يشعرون أنهم بين أهليهم أينما حلوا وأينما رحلوا، وفي ذلك زيادة للألفة والمحبة والمودة والترابط والتضامن وما إلى ذلك مما يجمع المسلمين على الخير. كما أن الغريب الذي يأتي لبلد ويشعر أنه معزز مكرم لا يشعر بالغربة، فإذا وجد الإكرام ازداد حبا لإخوانه ولأمته ودينه الذي أمر بذلك، وخصوصا وقد ربط هذه الخصلة بسابقتها بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، فلنحرص على هذه الآداب الإسلامية كل الحرص بالتحكم في ألسنتنا وإجبارها على قول الخير أو الصمت تجنبا لكل شر، لأن ذلك ناتج عن إيماننا بالله واليوم الآخر. كما نحرص أيضا على إكرام الجار تقوية لروابط الأخوة والمحبة والمودة فيما بيننا. كما نحرص أيضا على إكرام الضيف لجعله يشعر أنه معزز مكرم بين إخوانه فيزداد محبة لهم. اللهم وفقنا جميعا لهذه الخصال الكريمة، اللهم آمين.